ونبارك 4 من نيسان يوم ميلاد القائد عبد الله أبو جلال في الذكرى 77 لميلاد القائد على جميع الشعوب التواطؤ للحرية في هذه المرحلة الحساسة التي يمر فيها الشرق الأوسط بشكل عام وجميع الشعوب التواطؤ للحرية وجميع المكونات. أصبح فكر وفلسفة القائد عبد الله أبو جلال نهجا ديمقراطيا يحتذى به جميع المكونات. نحن في هذا اليوم من ميلاد القائد نبارك جميع الأمهات، أمهات الجبلة، جميع الرفاق الذين الآن يحاربون في جبهات الحرب في سبيل العدالة والحرية التي تأسست بفكر وفلسفة القائد عبد الله أبو جلال. في هذه المرحلة قام القائد عبد الله أبو جلال بفكره وفلسفته بعدم القبول بالإبادة بجميع المكونات وخاصة في منطقة الشرق الأوسط. في بداية ثورة شمال شرق وسوريا كان الارتكاز على فكر وفلسفة القائد عبد الله أبو جلال هو خلاص لجميع المكونات. نحن الآن نرى في هذه المرحلة الإبادات الجماعية التي تحصل في الساحل ومناطق الداخل، ونرى أن الفكر للقائد عبد الله أبو جلال هو الخلاص لهذه الحروب. لذلك نبارك